هنشوف كل جديد في رحلة الهجرة تاعتنا توصلكم اللي بدأت من فلسطين وراح تنتهي بإذن الله في بلجيكا. سعد كل أوقاتكم حبايبي القلب. حبايبي مثل ما وعدتكم بالفلوج اليوم اللي راح يكون من اليونان. حاليا احنا من بعد موجودين باليونان عملنا تسجيل خروج من المخيم اللي عشنا فيه تقريبا شهر لحصلنا على وثيقة سفر وإقامة يونانية. لحديت الآن الأمور كلها تمام. هاي عملنا تسجيل خروج، راح نروح حاليا على الباخرة. طبعا كل شيء راح يكون مصور. الرحلة هاي عبارة عن اني راح اروح على باريس، من باريس راح اروح على بلجيكا. الاستقرار راح يكون ببلجيكا. خليكم بهذا الفلوج. وحبايبي اللي مش مشترك بالقناة بتمنى انك تشترك وتفعل زر الجرس. حاليا قاعد بستنى بالشباب قاعدين بيعملوا تسجيل خروج. ان شاء الله الامور تمام التمام والله يوفق الجميع. وبتمنى انكم من كل واحد شاهد هذا الفيديو انك تدعي لنا من قلبك دعوة مستجابة 40 شخص. فكل الحب والاحترام لكم. واحنا حاليا بجزيرة متلين طالعين متوجهين على الباخرة وبدنا نروح على اثينا العاصمة اليونان. المثلين ان شاء الله طالعين على باريس طيران. كل الحب والاحترام لكم وخليكم بالفلوج ان شاء الله انه بيعجبكم. راح اصور لكم كل شيء اول باول. تحياتي للجميع والله يوفق الجميع. طبعا هاي الشباب جاهزين عملوا تسجيل خروج. شباب وين رايحين؟ ان شاء الله بلجيكا بس اول وين؟ فرنسا باريس. فرنسا باريس بعدين بلجيكا. الأمان كلكم تدعوا حبايب القلب. زي ما قلت لكم الفلوج راح يكون كامل من اليونان على باريس تمام، فرنسا بعدين بلجيكا. ما اقطع كلام. ان شاء الله اول حاجه متوجهين على اسنا، من اسنا ان شاء الله حنتوجه على باريس، من باريس على بلجيكا. تمام. خليكم بهذا الفلوج للنهايه. راح تشوفوا بهذا الفلوج باريس وراح تشوفوا بلجيكا. وهي حاليا راح تشوفوا اليونان وراح تشوفوا كيف راح نطلع بالباخره. راح نصور كل شيء. طبعا كل شيء راح يكون مصور. اللي مش ضيفنا على الانستغرام هاي حسابي الانستغرام اسمه. بتمنى من الاخوه الكل يضيفنا انستغرام قربنا على 100,000. تحياتي لكم والله يوفق الجميع ودعواتكم يا حبايب. نرجع لكم. هاي الشباب طبعا الغالي الدبور فيش مجاله. وهي محمد وغالي بن غزي. انتوا عازميننا؟ الذهب شو؟ من عازمه الرئيس العازمه قبل لا نغادر حاليا على الباخرة حبوا الشباب يجوا ياكلوا. وهي هون الفرن وهي الدبور. لا وهي انتوا حاليا يلا هي الاكل. ان شاء الله الفلوج راح يكون شيء حلو. هاي بوثق لكم لحظات اول باول. شو بدك؟ شو كلهم شيء يلا على اليوتيوب. كادو كاميستا. شو هاي؟ هذه كلمه في الاسبان. هذه الشاورما اليونانيه قبل ما نطلع. حلال. عن حبايب الكلب هاي احنا وصلنا الميناء وبدنا نطلع بالباخرة. طبعا هاي الباخرة اللي بدنا نطلع فيها وان شاء الله خير يا رب. وبتمنى انكم تدعونا. طبعا راح نقعد بالباخرة 12 ساعة. ودعواتكم يا حبايب الكلب. طالعين على اثينا على العاصمة ومن العاصمة راح ندخل بالمطار وان شاء الله نطير على بلجيكا. وكل الحب والاحترام لكم للناس اللي بتشاهد بالفيديو. بتمنى انكم تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهي اخر نظرة خذوها وهسه بصور لكم من الداخل. طبعا هاي احنا طلعنا على الباخرة. هاي احنا على السطح من فوق طبعا. وهاي الباخرة نهايتها والجو اشي حسن. جايك يا اثينا، جايك يا عاصمة. طبعا هاي الرحلة راح نقعد فيها 12 ساعة. تعرف شو 12 ساعة يعني؟ راح اموت تعب. وهاي الشباب سلموا شباب احكوا لكم شيء. شباب وين؟ هسا خطوة. هسا اثينا بكرة بلجيكا. 12 ساعة باريس بلجيكا. ايوه هيها فاهم الحياة صح. فخليكم بهذا الفلوج. وحبايبي اللي مش مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس. وكل الحب والاحترام لكم ولمتابعاتكم الحلوة. تحياتي للجميع وانا بتشرف بكل مشترك جديد. وشكرا. كل يوم عائلتنا قاعدة بتكبر اكثر واكثر على اليوتيوب والانستغرام والتيك توك. السلام عليكم جميعا. نرجع لكم بالفلوج راح يكون الاشي حسن. خليكم بالفلوج للنهاية. يسعد كل اوقاتكم حبايب القلب. حبايبي حاليا احنا نزلنا من الباخرة ووصلنا العاصمة اثينا بعد 12 ساعة بالباخرة. هاي الناس قاعدة بتنزل وهاي الشباب
الامور طيبه وان شاء الله انه خير. خليكم بهذا الفلوج بس عشان نوثق لكم كل شيء اول باول. انا بعدني مش مركز لانه هسه صحيت من النوم صراحه، والله يجيب اللي فيه الخير وان شاء الله تكون رحلتنا ميسره. حاليا راح نروح على المطار وعلى الساعه 6 المغرب طيارتنا، يعني بعد تقريبا 20 ساعه ان شاء الله انه خير. سعد جميع اوكاتكم من كلب اثنا. اهم حاجه اوكاتكم. اوكي ما حداش يسألنا ليش تعبانين الشباب، لانه الامانه الشباب يعني اخر نفس، مش راح نوصل لبلجيكا ولا راح نوصل غيره من والله ورانا الجبل اللي ورانا فوق الاسري، حنطلع عليه كمان شوي. هذوك في اسانسير بطلع فوق في الخيم. خليكم معنا عشان تشاهدوا الاثار الانجلتري. سمعتوا؟ اللي هو الاثار الانجليزي القديم. خليكم معنا عشان احنا راح نفسنا. مش قادرين نحكي. حبايبي اللي مش مشترك بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي اشي بننزله على القناة، وشكرا لمتابعاتكم. وراح نطلع احنا حاليا فوق، وهاي الرئيس ما تردوش عليه. وين بتشوفوا هذا الزلمه كلكم باخذكم مشوار، تعالوا لا بتروحوش نهائيا، بتروحوا مشي بس. صدقوني انا عشان مصلحته بس. شو مصلحتي يا زلمه؟ كل وزني 50 كيلو صار 40. بدي لك 20. وهي في رجل بطنطن خليه يسمعهم اياه. بنرجع لكم يا حبايب، خليكم بالفلوج قاعدين بنودع باثنا. ما تنسوا تفعيل زر الجرس والاشتراك عند ورد لحلوح. ومن انا حسن الرئيس بحنيكم وبقول لكم اياه لكم هالشاب، الله حيهم الشاب الحلوه. خليكم معنا عشان تشوفوا كل جديد في رحله الهجره تاعتنا توصلكم، اللي بدت من فلسطين وراح تنتهي باذن الله في بلجيكا. هناخدكم اليوم ان شاء الله الساعه 6 المساء طيارتنا على النرويج، وحناخدكم بجوله في النرويج، وبعديها نطلع ان شاء الله ثاني يوم الساعه 6 الصبح على بلجيكا ان شاء الله. هنلفلف بلدان ثانيه معاكم بس الايام الجايه. كل الحب لكم وتحياتي. السلام عليكم. يا جماعة الخير، رياس لف علي، اللي بيحزر وين احنا؟ بس فرجيهم هذه بس شفتوا اللقطة اللي بكينا نلاهث فيها؟ قلتوا هاي اللقطة شايفينها؟ شفتوا اللي بكينا تعبانين بالفيديو الكابل هاد؟ تمام؟ طلعوا هسه احنا وين؟ فرجيهم احنا وين؟ هاي اثنا. فرجيهم احنا وين؟ احنا على القلعة فوق. على القلعة طلعنا فوق. حكيت لكم كل يوم جديد يعني في قناتنا. كل يوم جديد، بس انا بدي اياهم يشوفوا هالشيء المعماري القديم يعني. الحلو انه كل اشي قديم هون فوق. فرجيهم مطلة قديم. انتوا خليكم بهذا الفلوج ومش راح تخسروا اشي، راح تشوفوا اشياء يعني كثير حلوة جد، والفلوج هذا منوع. تمام؟ خليكم بالفلوج وراح نصور لكم اشياء كثير حلوة. فكرة الصور هنا يسعد كل اوقاتكم حبايب القلب. هاي احنا حاليا موجودين بالمطار، وهاي الطياره بدنا نطلع. طبعا الرحله راح تكون على النرويج، ومن النرويج ثاني يوم بكره ان شاء الله راح نتوجه على شو اسمه بلجيكا. فبتمنى انكم تدعوا لنا، وهيانا بدنا نطلع احنا حاليا. شباب كيف الوضع؟ هاي الحركه حلوه، وهاي الطياره. يلا خش على الدوش. خليكم متابعين ومركزين بالفلوج، هذا راح يكون كثير حلو. بعد كل اوقاتكم حبايب القلب. طبعا إلنا بالسفر تقريبا 15 ساعة احنا بكل الرحلة هاي، وبعدنا مستمرين. حاليا احنا بمطار النرويج، نزلنا بالنرويج لانه طيارتنا مثل ما حكينا لكم كانت على باريس وتغيرت صارت على النرويج، فنزلنا بالنرويج. وبكره على الساعة 6 المساء راح تكون رحلتنا على بلجيكا، راح نكمل. طبعا الاجواء شتاء ومطر، ومش متعود على السقعة. انا تفاجأت من صيف ومرة واحدة اجي على سقعة،
فمليح انه احنا مراكين طريق. وحبايبي السبب انه انا ما بصور لانه التلفون بقضيها يخلص شحنه بخلص على السريع، فان شاء الله راح اجيب تلفون جديد. وغير هيك احنا هنا بالمطار طبعا تعذبنا. اول ما نزلنا من الطياره استقبلونا البوليس، اخذونا تحقيق، فتشوا وعينا، جوازاتنا، تحقيق، بصمونا وسالونا لو جايين نقدم لجوء ولا لا. قلنا له ان احنا مش جايين نقدم لجوء، احنا هنا احنا ترانزيت ورايحين على بلجيكا. انطونا هيك تبصيمات بصمنا، ما بعرف شو هاي التبصيم، بس جد التحقيق تبعهم والتفتيش مش طبيعي كان علينا، لانه الجوازات اللي اخذناها والاقامات اليونانيه جديده، بما انه يعني بحق لي اتجول بكل اوروبا. يعني معي هسه باسبور وتيكت سفر، بتجول بكل اوروبا من دون فيزا، من دون ولا اي شيء. فكل حب والاحترام لكم، حبيت اقول لكم شو الاشي اللي صار معنا. خليكم مكملين بهذا الفلوج على بلجيكا، وراح ينتهى ان شاء الله ببلجيكا. كل الحب والاحترام لكم وبحبكم، وشكرا للي لهس متحمل الفلوج ومستمر وبشاهد فيه. تحياتي لكم جميعا من ورد لحلوح. اللي مش مشترك بالقناه يشترك وفعلوا زر الجرس. بحبكم. قلبي احنا وصلنا مطار بروكسل. شو وين احنا هسه؟ احنا بايش؟ بلجيكا. يعني وصلنا بلجيكا حبايب الكلب. انا راح اصور لكم برا اجواء بلجيكا شوي وانهي الفلوج، وبكره بعمل فلوج كامل ببلجيكا كلياتها. فكل الحب والاحترام لكم، خليكم في هذا الفيديو عشان اصور لكم برا شوي. في شخص بستنى فينا جاي ياخذنا وان شاء الله خير. هسه بصور لكم هيك اجواء. كل الحب والاحترام لكم. هاي المطار. هاي خالد. الله يسلمك يا روح. حبايب الكلب طبعا هون انتهينا احنا حبايبي. هذا الفلوج كامل من اليونان شو اسمه النرويج لبلجيكا. فبكره ان شاء الله راح ابدا تصوير ببلجيكا فيديوهات كثير بتجنن. فاللي مش مشترك بالقناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء اول باول. ابتداء من بكره راح اصور حياتي كيف بعيشها ببلجيكا وكيف بقدم لجوء وكل شيء. كثير ناس راح تستفيد من الفيديوهات اللي بنزلها على قناتي. كل الحب والاحترام لكم. ابو سامي بسلم عليكم كلكم 30 ساعه وهو صاحي. اسد والله ماني تعبان. طيب الى اماني. والله تعبان. نعطيهم اخر نظره باخر منطقه وين اخر محطه قطار بننزلها وانتهت السفره. وكل الحب والاحترام لكم.